كنسمعوا كل عام كيمشيو لشي جمعيات من لندن كيهودوا للمغرب، وهما ما كيمثلوا لا جمعيات هنا، ما عندهم حتى شي منظمات هنايا. لا كيديروا شي اجتماعات داكشي سري راه كيديروا بعضياتهم، وحنا راه ما عندنا لا خبر لا والو. الناس اللي مثلا مترأسين هنا اللي يقولوا مترأسين اللي يمشيو يهضروا مع رويال اير ماروك يعدلوا راسهم هما، وحنا الجاليه هنايا مربيين. ما سمعتش على هذا الاجتماع اطلاقا. نو ما سمعتش بهذا الاجتماع. ما عمرني ما سمعت بهم. As a community here, we've not heard of anybody representing us in any meeting. I have no idea what you're talking about. I've never heard anything about a meeting in Tangiers or... People that went to this meeting, as far as I know, do not represent the community. And we also heard that they was giving free tickets to Morocco and kept quiet, basically. This is really not good enough. وهذا الشيء اللي كتعمل الخطوط المغربيه هذه ماشي معقول هذا الشيء هذا. الاجتماعات اللي دازوا كاملين اجتماعات، ولكن كاينه شي 16 لجنه، وتا لجنه ما هي لجنه، لان هو خص اللجنه يتخذ عليها الجاليه ونعرفوا حنايا ويجيو يقولوا لنا شنو عملوا، حتى حنا نعطيو الراي ديالنا عليها. وهاد الجمعيات ما معترفينش بهم الجاليه المغربيه هنايا، لان ما عارفين حتى شي جمعيه عندنا في في العاصمه البريطانيه. انا شخصيا ما كيمثلني حتى شي واحد. But I've never seen these people do anything or you know, or kind of interact with the Moroccan community in matters of anything to do with community welfare. يجيو يقدموا للمغاربه المغاربه الجاليه المغربيه هنايا سنويا شنو كيعملوا في هذه الجمعيات. وحنا عندنا سنين حنا هنا ما عمرنا ما شفنا شي منظمه تابعه الخطوط اللي كتقدم لنا هنا في المجلس. ينبغي ان يرفع الحجاب ويرفع التغطيه على بعض الناس اللي كيزعموا انفسهم انهم كيمشيو بين الفينه والاخرى ليمثلوا الجاليه، هما كيمشيو يقضوا المسائل ديالهم وكيقضيو المصالح ديالهم وكيجلسوا اسبوعين التمويل ديالو من الخطوط الملكيه، في حين انهم ما كيحققوا ولا ادنى. يعني منذ هذه السنوات هذه 20 سنه او 30 سنه والاثمان في ارتفاع في ارتفاع في ارتفاع، مقابل الخدمات كتكون منعدمه. النصيحه ديالتنا للاداره ديال اداره الخطوط الملكيه المغربيه وهي يعني يكونوا عندها شي ممثلين اللي يتصلوا بالمغاربه اللي كاينين هنايا وياخذوا الاراءات ديالهم. فلهذا كنطلبوا من الخطوط المغربيه اذا بغات تعمل شي اجتماع تجي عند الجاليه المغربيه في لندن، يعني في عوض اللي يسردوا 7 ولا 8 ولا 10 الاشخاص يمشيو حتى للمغرب، هما يجيو جوج الاشخاص ويعملوا يحلوا المشاكل المغاربه هنايا. تجي هي بنفسها وتشوف شنو اللي كاين هنا وتشوف اي مساعدات اللي خصها تقدم للمواطنين المغاربه، لان الا ما كانش هذا الشيء راه انا كنقولها وكنعاودها ان المغاربه حتى واحد ما بقى مهتم يمشي للمغرب. المسؤولين ديال الخطوط الملكيه المغربيه انها توجه واحد الاستدعاء او لقاء جماعي مع جميع الافراد ديال الجاليه، ماشي على حساب واحد المجموعه محدده اللي تهيئ عن نفسهم انهم تمثلوا الجاليه المغربيه وهما في مسائل ما تمثلوا الا انفسهم. I'm all in favour of holding meetings so everybody can, you know, have their say in London, so everybody can have their say and you know, sort things out. Royal Air Maroc, I think, should hold more meetings for the community and be very more open here in England, in London. You know what I'm saying? So that people can come and voice their opinions. I think they should look into the Moroccan community and get feedback from the people and see what's, you know, the people here living in London. They should, you know, dialogue, talk with them and find out what they want. ان التذاكر اللي كيعطيوها سنويا لهاد الجمعيات، يعني علاش المشكل ما يقدروش يعطوهم المغاربه اللي ارامل او اليتامى او شي وحدين اللي ما عندهم المشاكل هنا اللي ما كيقدروش يروحوا صله الرحم للمغرب، يعطوهم لهادو افضل. يعني اللي غادي يعطوا لهاد الوراق الناس اللي غادي يهودوا وما ما كيعملوا، ما عندهم حتى شي منظمات اللي كيقوموا مع المغاربه هنا، فهاد الاوراق يعطوهم الناس الارامل او يعطوهم الناس اللي ما مشاش للمغرب هذه 20 سنه ولا هذا المشاكل هذه ما خصهمش تكون كاع.